تعرف يعني إيه إن بلد تبني متحف للعالم كله؟ مش مجرد مبنى بيعرض قطع أثرية، ده كأنها بتبني ذاكرة تحافظ على روحها وبتقول للعالم أنا لسه هنا ولسه عندي حكاية ما خلصتش. فكر معايا كده. الناس اللي بنت الأهرامات، اللي رسمت على جدران المعابد أول أبجدية للتاريخ، الناس دي كان لازم يكون ليها بيت يليق بيها، بيت يعيش فيه الماضي ويتقابل مع المستقبل وجها لوجه. الفكرة دي مش طلعت فجأة ولا كانت مشروع حكومي والسلام، دي بدأت من حلم عاش في عقل مصر من الثمانينات. كان في وعي إن المتحف المصري في التحرير بقى مش كفاية، خلاص الدنيا كبرت والاكتشافات زادت والتحف ما بقتش تلاقي مكانها. المتحف القديم جميل وله سحره، بس تخيل معايا أكتر من 150 ألف قطعة أثرية متكدسين في مبنى من القرن ال19. المخازن مليانة والتحف بعضها مش قادر يشوف النور. هنا بدأت الحكاية، حكاية حلم اسمه المتحف المصري الكبير. في سنة 1992 مصر أعلنت رسميا إنها عايزة تبني أكبر متحف للآثار في العالم، مش في أوروبا ولا في أمريكا، لأ، في الجيزة جنب الأهرامات نفسها. وكان السؤال وقتها، هل في بلد تقدر تعمل متحف بالمستوى ده؟ بلد بتحمل حضارة آلاف السنين وعايزة تحكيها بأسلوب يواكب القرن ال21. الإجابة كانت أيوة، مصر تقدر، بس الطريق كان طويل ما بين التمويل والتصميم والمكان والتكنولوجيا. كل تفصيلة كانت محتاجة صبر المصريين اللي بنوا الأهرامات نفسها. تخيل المشهد، لجنة عالمية بتتكون سنة 2002 علشان تختار التصميم، أكتر من 1500 تصميم جاي من كل بلاد العالم، كل واحد فيهم بيحلم يصمم المتحف اللي هيحكي تاريخ أقدم حضارة في التاريخ. وفي النهاية التصميم الفائز جه من مهندس إيرلندي اسمه هينينج لارسن بشركة هينجن بينج أركيتكتس، اللي قدموا رؤية مش بس معمارية، قدموا حوار بين الحجر والرمل والزمن. الفكرة كانت بسيطة وعميقة في نفس الوقت، مبنى يطلع من قلب الأرض كأنه جزء من الصحراء نفسها، واجهة ضخمة على شكل مثلث زي صدى لظلال الأهرامات وراها. الزجاج بيستقبل ضوء الشمس في الصبح كأنه بعث جديد لكل قطعة أثرية جواه. تخيل المنظر، الأهرامات في الخلفية والمتحف قدامها عاملين حوار صامت، كأن الأجداد بيكلموا الأحفاد من بعيد، صباح الفل يا جدي. لكن لسه بدري على الكلام عن الشكل والدهاليز والعجايب اللي جوه المتحف، لأن قبل ما الطوب يتحط كان لازم تتجاوب أسئلة كبيرة. مين هيمول المشروع ده؟ وإزاي هننقل آلاف القطع الأثرية بأمان من التحرير للجيزة؟ تابع معايا عشان نعرف أصل الحكاية. من أول لحظة بدأوا يحطوا حجر الأساس سنة 2002 الكل كان حاسس إن ده مش مشروع عادي، دي كانت معركة ضد الزمن، مش علشان يبنوا مبنى لكن علشان يحكوا للعالم حكاية بلد ما بتنساش أصلها. في الأول التمويل كان أكبر تحدي، المشروع ضخم جدا والميزانية المطلوبة كانت بالمليارات. مصر في الوقت ده كانت لسه خارجة من أزمات اقتصادية، لكنها قالت أنا مش هسيب حضارتي تتحبس في المخازن. فبدأت الرحلة بخطوات مدروسة. اليابان دخلت على الخط، أيوة اليابان، من بعيد كده شافوا المشروع وحسوا إنهم قدام فرصة تاريخية للتعاون مع أقدم حضارة على الأرض. وبالفعل الوكالة اليابانية للتعاون الدولي قدمت قرض ميسر لمصر بحوالي 300 مليون دولار، مش منحة، ده قرض، بس بشروط إنسانية مريحة لأنهم أمنوا بالفكرة. تخيل المنظر بقى، مصريين ويابانيين شغالين جنب بعض في موقع واحد في قلب الجيزة على مساحة أكتر من 480 ألف متر مربع. مشروع بيتبني خطوة بخطوة في صمت، لكن كل طلعة شمس كانت بتقربهم من الحلم. لكن الطريق ما كانش مفروش ورد. سنة 2011 حصلت الثورة وتأجلت المشاريع كلها تقريبا، التمويل اتوقف والعمال وقفوا والموقع بقى شبه مهجور. بس الغريب، ولا مهندس من اللي شاركوا وقتها فقد الأمل. كانوا بيقولوا المتحف ده هيكمل حتى لو بعد سنين. وفي 2014 بعد ما استقرت الأوضاع المشروع رجع للحياة تاني، رجع بقوة. الدولة قررت تكمله وبدأت مرحلة جديدة من البناء اللي فيها اتطورت التكنولوجيا واتنقلت القطع الأثرية واحدة ورا التانية.
وهنا لازم نقف لحظة ونقول إزاي نقلوا آلاف القطع دي؟ دي مش صناديق أساس يا صاحبي، دي تماثيل من آلاف السنين، وزنها أطنان وبعضها هش جدا. في مثلا تمثال الملك رمسيس الثاني اللي كان واقف زمان في ميدان رمسيس. مساء الفل يا جدي. التمثال ده لوحده وزنه 83 طن، وفي 2006 نقلوه للمتحف المصري الكبير في عملية خرافية استغرقت ساعات طويلة بحسابات دقيقة جدا، بمساعدة فريق مصري ياباني استخدم أحدث تقنيات النقل في العالم. تخيل المشهد، التمثال بيمشي في الشوارع على عربية عملاقة مخصوص ليه، والناس واقفة في الشوارع بتسقف وتبكي فرح. مشهد كأنك بتنقل التاريخ بإيدك من قلب المدينة لحضن الطبيعة عند الأهرامات. ومن بعدها القطع الأثرية بدأت تتنقل واحدة ورا التانية، كنوز ملوك وجدران معابد ومومياوات وتماثيل وما تعدش. كل قطعة ليها قصة، وكل قصة ليها نفس مصري قديم بينادي من آلاف السنين. لكن في وسط المعركة دي كان في حلم تاني بيتبني، تصميم المتحف نفسه، شكل المبنى والإحساس اللي هتحسه أول ما تخط رجلك جواه. ليه واجهته شبه المثلث؟ وليه الزجاج بياخد لون الشمس مع كل شروق؟ مساء العسل يا جدي. تخيل معايا انت واقف عند بداية طريق طويل، قدامك الأهرامات التلاتة ومن جنبك مبنى ضخم بيطلع من الأرض كأنه امتدادها. هو ده المتحف المصري الكبير. من أول لحظة تشوفه تحس إنه مش مبنى عادي، تحس كأنه تجسيد للفكرة المصرية القديمة عن الخلود. كل زاوية وكل خط وكل ظل معمول بحساب. اللي صمم المتحف مش مصر الأصل، لكنه فهم مصر يمكن أكتر من ناس عاشوا فيها. المهندس هينينج لارسن لما جاله التحدي صمم متحف يليق بحضارة عمرها 7000 سنة، أقصد 700,000 سنة. ما فكرش في الشكل بس، فكر في الإحساس اللي الزائر هيحسه أول ما يدخل المكان. قال لنفسه 3 بالله العظيم مصر عاملة عظمة جوا خار. لا بجد بجد. قال لنفسه أنا مش عايز أبني مبنى، أنا عايز أبني رحلة زمنية. ومن هنا بدأ كل شيء. واجهته الضخمة على شكل مثلث من الحجر الشفاف، مش مجرد شكل هندسي لكن انعكاس لصدى الأهرامات وراها. كأن الأهرامات القديمة بتبعت تحية للمبنى الجديد، أهلا بيك في صفنا يا وارثنا الحديث. الواجهة دي متغلفة بحجر جيري مصري أصيل، نفس الحجر اللي اتبنت منه الأهرامات نفسها. يعني حتى المادة اللي اتبنى بيها المتحف خارجة من نفس حضن الجبل اللي خرجت منه حضارة مصر. وتخيل بقى لما الشمس تطلع الصبح، ضوءها يعدي من خلال الواجهة الزجاجية ينور القاعة الداخلية بنور ذهبي ناعم، كأنه بيوقظ الملوك اللي نايمين في التوابيت من آلاف السنين. اصحى يا جدي. مشهد يخليك تحس انك مش مجرد زائر، انت جزء من التاريخ اللي بيصحى قدامك. وانت داخل من المدخل الرئيسي للمتحف هتلاقي مكتوب عليه أسماء ملوك مصر القديمة. بيتفتح المدخل على ميدان ضخم فيه تمثال الملك رمسيس الثاني اللي حكينا عنه، واقف هناك كأنه بيستقبل الزوار بنفسه. وراه سلالم هائلة بتقودك لأعماق المتحف. لكن الغريب كل ما تطلع درجة بتحس انك بتتحرك مش لقدام لكن لورا في الزمن. ليه اختاروا الموقع ده بالتحديد؟ الجيزة مش مجرد مكان سياحي، دي بوابة الحضارة نفسها. الأهرامات في الخلفية وسفحها هو المكان اللي كان بيتجمع فيه عمال ومهندسين الفراعنة. يعني المتحف اتبنى تقريبا فوق أرض كانت شاهد على ولادة الحضارة دي. الموقع كان بيربط بين القديم والجديد بشكل عبقري، من ناحية الأهرامات ومن ناحية التانية القاهرة الحديثة. وكأن المتحف واقف في النص بيقول أنا الجسر اللي بيربط الماضي بالمستقبل. اللي زار المكان قبل الافتتاح بيقول إن حتى وهو لسه تحت الإنشاء كان بيحس بحاجة غريبة، رهبة كده. المكان فيه طاقة مش مفهومة، ممكن تقول روح بتقولك أهلا بيك، دي حكايتنا وانت واحد منها. لكن الجمال مش في المعمار بس، الجمال الحقيقي في اللي جوه. آلاف القطع الأثرية وقصص ملوك وكنوز وأسرار، وأعظمهم كلهم توت عنخ آمون. تحب تعرف إيه اللي بيستناك جوه المتحف؟ إيه الكنوز اللي هتخليك تحس إنك واقف في حضرة الملوك؟ تخيل نفسك دلوقتي داخل من البوابة العملاقة للمتحف. الهوا مختلف وريحته مش شبه أي مكان تاني، في خليط كده ما بين الحجر القديم والهوا المكيف وريحة التاريخ اللي لسه صاحي من آلاف السنين.
أول ما تدخل يقابلك تمثال رمسيس الثاني واقف بعظمة، كأنه بيقولك أهلا بيك في بيت الملوك، يا مساء القمر يا جدي. وراه تماثيل تانية أقل حجما، لكن كلها بتحكي عن مجد ما بيموتش. بس اللحظة اللي الكل بيستناها هي لما توصل لمنطقة توت عنخ آمون. المتحف المصري الكبير هو أول مكان هيعرض كنوز الفرعون الذهبي كلها لأول مرة في التاريخ، حوالي 5300 قطعة أثرية، منها حاجات أول مرة هتتشاف من يوم اكتشاف المقبرة سنة 1922. القاعة المخصصة له معمولة بحساب دقيق جدا، الضوء فيها خافت بس ناعم كفاية يلمع على الذهب، كأنك داخل معبد صغير للخلود. هتلاقي القناع الذهبي الشهير اللي وشه بيلمع كأنه لسه متصنع امبارح، وهتلاقي التوابيت والمجوهرات والعجلات الحربية وحتى الحذاء اللي كان لابسه الملك، كل قطعة متعلقة بعناية، والشاشات التفاعلية حواليك بتشرح لك قصتها. مش مجرد ترجمة، لكن تجربة كاملة بتخليك تحس إنك جوه المقبرة نفسها. تخيل كده الزائر يدخل ويمشي في طريق بيبدأ بحياته كملك وبينتهي بالطقوس اللي دخل بيها عالم الخلود. كل خطوة ليها موسيقى وليها إضاءة محسوبة، كأن المكان نفسه بيتنفس معاك. لكن مش توت عنخ آمون لوحده اللي واخد الأضواء، في آلاف القطع التانية اللي عمرها من 3 ل 7000 سنة، واللي بيوصل ل 700 ألف سنة، من تماثيل ضخمة زي تمثال سنوسرت الأول لحد أدوات بسيطة زي معلقة كحل أو مشط خشب، بتخليك تشوف الإنسان المصري القديم مش كملك، لكن كإنسان حقيقي عايش زينا، ضحك وتعب ولعب وحلم. وفي كمان قاعة المومياوات الملكية اللي معمولة بطريقة تخليك تحترم الملوك مش كتحف، لكن كأشخاص ليهم مهابة. الإضاءة هناك دافية والصوت منخفض جدا، تحس إنك ماشي جوه معبد مش متحف. المتحف كمان بيضم واحدة من أضخم المجموعات المعمارية في العالم، سقف المعابد جدران منحوتة وتماثيل ضخمة ونصوص هيروغليفية محفورة، كلها بتتحط جنب بعضها كأنك بتعيد بناء الحضارة قدامك. اللي زار المتحف قال إنك لما تمشي جواه تحس إنك بتعدي عبر الزمن طبقة طبقة، من الدولة القديمة للدولة الوسطى للدولة الحديثة، وكل حقبة ليها طابعها وصوتها وحتى ريحتها. والله في أجهزة بتظبط الرطوبة والحرارة لكل قاعة علشان القطع الأثرية تتنفس نفس الجو اللي كانت عايشة فيه زمان. لكن الجمال مش في القطع بس، الجمال كمان في التكنولوجيا اللي بتحكي القصة. المتحف ده أول متحف في العالم كله يستخدم الواقع المعزز والهولوجرام في عرض الآثار، يعني تقدر تشوف المومياء وهي بتتكون قدامك، أو المعركة وهي بتتعاد في الهواء قدامك كأنك بتتفرج على فيلم، بس ده تاريخ حقيقي. المتحف كمان فيه مركز ترميم ضخم جدا، هو الأكبر في الشرق الأوسط، فيه أكتر من 19 معمل متخصص بيشتغل فيهم علماء آثار مصريين على أعلى مستوى، بيرمموا وبيصوروا وبيسجلوا وبيحكوا للعالم قصة كل قطعة قبل ما تتعرض، كأنهم أطباء بيحيوا التاريخ من تاني. تخيل معايا كل ده تحت سقف واحد، من أول رمسيس وتوت لحد أقدم مومياء بشرية مكتشفة في العالم، بيت من 7000 سنة لسه بينبض لحد النهاردة. لكن ورا الكواليس كان في حاجة تانية شغالة في صمت، مش التراث ولا المعروضات، لكن التحديات اللي وقفت في طريق الافتتاح العظيم. تحب تعرف ليه اتأجل الافتتاح كذا مرة؟ وليه رغم كل التأجيلات محدش فقد الأمل؟ مفيش حلم كبير بيتولد من غير تعب، ولا مشروع عظيم بيطلع للنور من غير ما يعدي على مطبات وسنين صبر. المتحف المصري الكبير كان المفروض يفتح من زمان، لكن القدر كان شايف إن كل تأجيل له معنى وله توقيت أنسب. أول مرة أعلنوا عن موعد الافتتاح كانت في 2008، لكن في أزمة التمويل والمشروع اتأجل، رجعوا يقولوا هيبقى في 2012، لكن قامت الثورة والدنيا وقفت كلها. وبعد كده في 2018 قالوا خلاص الافتتاح قرب، لكن للأسف جت جائحة كورونا والمتاحف في العالم كله قفلت والطيران وقف والعالم اتجمد. لكن الغريب رغم كل ده الشغل في المتحف موقفش لحظة. المهندسين والمرممين كانوا شغالين بحماس غريب، كأنهم عارفين إن ده مش مجرد مشروع،
ده إرث وطن. واحدة من أكبر التحديات كانت التجهيز للعرض. انت متخيل يعني ايه ترتب أكتر من 100,000 قطعة أثرية، كل واحدة ليها ملف وقياسات ودرجة حرارة خاصة بيها، وحتى الزاوية اللي بتتعرض فيها محسوبة بالملي. وغير كده كل حاجة في المتحف معمولة علشان تحكي قصة واحدة متصلة. يعني الزائر ماشي كأنه في فيلم سينمائي، كل مشهد بيقود له التاني من غير ما بيحس، من أول حجر صغير معمول عليه نقش لحد القناع الذهبي اللي بيختم الرحلة. تخيل الضغط اللي كان على فرق الترميم والنقل. كل قطعة كانت بتتعامل كأنها إنسان بيتنقل بالعناية المركزة. في قطع اتنقلت لأول مرة بعد آلاف السنين من أماكنها الأصلية، زي تماثيل ضخمة ومومياوات دقيقة جدا. وفي نفس الوقت العالم كله بقى بيبص على مصر وبيقول هو المتحف ده إمتى هيفتح؟ أسئلة كتير وتوقعات أكتر، بس مصر ما كانتش عايزة تفتح بسرعة، كانت عايزة تفتح المتحف ده صح، ولما تفتحه يبقى حدث عالمي يليق باسمها. وفعلا مع بداية 2023 و24 بدأت الاستعدادات الأخيرة للعرض الضخم. الإضاءة والأنظمة الأمنية والشاشات الذكية والتجارب التشغيلية، حتى طريقة دخول الزائرين كلها كانت معمولة بنظام عبقري. وورا الكواليس كان في جيش من المرممين والمصممين والمهندسين، ناس ما بنشوفهمش على الشاشات لكنهم الأبطال الحقيقيين اللي خلوا الحلم ده يبقى واقع. الافتتاح الكبير اتجهز علشان يكون مش بس افتتاح متحف، لكن عرض فني عالمي يحكي قصة مصر كلها في ليلة واحدة. هيبقى فيه مزيج من الإبهار والفن والتاريخ والتكنولوجيا، ويقول للعالم اللي قدامك ده مش مجرد مبنى، ده بوابة الحضارة. تخيل المنظر، الأهرامات في الخلفية والمتحف بينور بالذهبي، وكل الإعلام العالمي هناك من CNN للBBC، من طوكيو لباريس، الكل منتظر اللحظة اللي مصر فيها هتفتح كتابها الذهبي. الافتتاح لسه هو اللحظة المنتظرة اللي العالم مستنيها. لكن حتى قبل ما يفتح رسميا، المتحف بدأ يستقبل الزوار في جولات تجريبية. الناس بتدخل تبص والكل بيخرج بنفس الجملة: احنا مش مصدقين ان ده في مصر. وده كان الهدف الحقيقي من البداية، مش بس ان المتحف يتفتح، لكن ان مصر ترجع تبهر العالم زي ما كانت دايما بتعمل. بس الحكاية ما خلصتش هنا، لان بعد ما اتبنى المتحف وتجهز وتزين، جه وقت نسأل هو كل ده بيقول ايه للعالم؟ ايه الرسالة اللي مصر عايزة تبعتها من خلاله؟ تعال نرجع بالزمن شوية ونفتكر موكب المومياوات الملكية، الموكب اللي خرج من ميدان التحرير والناس كلها كانت بتتفرج في صمت مهيب. مزيكا فرعونية وأضواء بتلمع والعالم كله منبهر. 22 موميا ملكية اتحركت من المتحف المصري القديم رايحين لمقرهم الجديد في متحف الحضارة. الحدث ده كان رسالة للعالم كله إن مصر مش بس بتحافظ على ماضيها، لأ، دي بتحتفل بيه كأنه لسه عايش. فلما أكلمك على افتتاح أكبر متحف في العالم، متخيل بقى رد فعل العالم عامل إزاي؟ من 2022 لحد 24 المتحف بدأ يدخل في مرحلة التفاصيل اللي بتصنع الفرق. تخيل بقى آلاف العمال والمهندسين والفنيين بيشتغلوا في صمت، كل واحد فيهم عارف إن اللي بيعمله ده هيعيش مئات السنين قدام. الزجاج اللي بيحمي التماثيل معمول مخصوص ضد الأشعة فوق البنفسجية. الإضاءة مصممة إنها تبرز كل تفصيلة في الآثار من غير ما تضرها. حتى التكييفات متوصلة بنظام بيحافظ على درجة حرارة ثابتة دقيقة جدا. والأجمل إن كل حاجة جوه المتحف بتتكلم عن فكرة واحدة: العظمة الإنسانية المصرية. كل التقارير بتقول إن الافتتاح الرسمي هيكون أكبر حدث ثقافي في القرن 21. مصر بتبعت دعوة لملوك ورؤساء العالم، وهتعمل حفل فخم يليق بعظمة التاريخ اللي جوه المتحف. تخيل معايا الكاميرات من كل دول العالم، والإضاءة بتغمر تمثال رمسيس وهو واقف شامخ، وصوت الموسيقى الفرعونية بيملأ القاعة. وأول زائر يدخل يقول ده مش متحف، ده بوابة لعصر تاني خالص. المتحف مش بس بيعرض الماضي، ده بيقدم تجربة تعليمية حديثة جدا. في تطبيق على الموبايل بيديك جولة تفاعلية، وجهاز صوتي يشرح لك كل قطعة بلغتك، وكمان تجربة VR تعيشك جوه معابد طيبة القديمة. وفي قسم خاص للأطفال
بيعلمهم التاريخ بطريقة ممتعة جدا من خلال ألعاب تفاعلية وتجارب بصرية. والنهاردة 100 مليون مصري بيقولوا للعالم Welcome to Egypt. بس كده، أنا إبراهيم، ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل اشتراك في القناة وتفعل زر الجرس وتروق على زميلك. سلام.